السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مع حضراتكم مستر مصطفى سمير A teacher of English in language school. طبعا دي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. النهارده إن شاء الله هنتكلم على درس مهم جدا، إزاي إن أنا أعرف أعمل سؤال. فإن أنا أعرف أعمل سؤال يبقى أنا لازم أسأل على الحاجة اللي أنا هسأل عليها ديت. فطبعا محتاج أنا أعرف أدوات الاستفهام. فدرس النهارده إن شاء الله هنتكلم على أدوات الاستفهام question words، إزاي أعرف أعمل سؤال. فالدرس ده مهم جدا، وعلشان ما اطولش على حضراتكم ويلا بينا على شرح النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهارده ان شاء الله يكون ممتع. طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو الكويستشن ووردز، كلمات الاستفهام او ادوات الاستفهام. طبعا لازم الاقي في اخر الجمله كويستشن مارك. كويستشن مارك يعني اداه استفهام. علشان اعرف ان دي الجمله دي سؤال لازم تكون بتبتدي question words، او يعني هنعرف بعدين فيما بعد، ويكون في الاخر question words. طبعا اول question word او اداه استفهام بالنسبه لنا، او كلمه او كلمه السؤال اللي هي هو اداه استفهام. اداه استفهام طبعا معناها من او مين. لو انا بسأل عن انسان، الانسان بالنسبه لنا في الانجليش اللي هو البيرسون. بيرسون يعني شخص طبعا يكون انسان. زي مثلا لما اجي اقول who is he، يعني من يكون هو. من يكون هو، طبعا he يعني هو، فطبعا ده انسان فلازم اقول who is he is my brother، هو يكون اخويا. who are they دي يعني عايده على انسان ولا عايده على اشياء؟ طبعا لازم تبقى عايده على انسان. ليه؟ لان انا قايل هنا ايه؟ هو. يبقى هو لو بسأل على انسان. طب انا بسأل على ناس كتير مع بعض، يبقى لازم اقول who are they. فطبعا they are my friends، يعني هم بيكونوا اصدقائي. اللي بعدها what لو انا بسأل على شيء. لو بسأل على معناها ما او ماذا او ايه. لو انا بسأل عن اشياء او افكار او حدث، يبقى اشياء يعني something، وافكار يعني ideas، وحدث يعني actions. زي مثلا لما اجي اقول what is it، ماذا او ايه بتكون هذه، بس غير عاقل مش انسان. فطبعا هتقول it is a cat، انها بتكون قطة واحدة. احنا قلنا معناها واحد. what do you think of laughing others، ماذا تعتقد في الضحك على الاخرين، ان انا بضحك على الناس التانية. فطبعا I think it is a bad thing، يعني حاجة مش كويسة. اللي بعده what are you doing، ماذا تفعل دلوقتي. ليه هنا قلنا are و ing عشان حاجة بتحصل دلوقتي، فلازم اقول are لان you بتاخد are، you ودو يفعل. والing طبعا ده هناخده زمن بعدين، في اسمه زمن البريزنت كونتينوس، يعني المضارع المستمر. يعني ماذا تعمل الآن، بتعمل ايه دلوقتي، مثلا حاجة بتحصل دلوقتي. what are you doing، فبقول ايه I am watching TV، يعني انا بتفرج على التلفزيون. طبعا حدث بيحصل دلوقتي. الأداة الاستفهام اللي بعد كده where ال H silent، فطبعا هقول where يعني ايه، فين او اين. يبقى انا بسأل على ايه، المكان. هي مكان بالانجليش معناها ايه، place. زي مثلا where do you live، اين انت تعيش. طب ودو ملهاش معنى. طب احنا حطينا ليه؟ ده هناخد فيما بعد ان شاء الله في الدروس اللي جايه ان دو دي بستخدمها في البريزنت سامبل. دي بسميها auxiliary verb او helping verb. يعني ايه helping verb؟ يعني فعل مساعد، يعني هو لازم احطه في السؤال لما اكون بتكلم على البريزنت سامبل، لكن ملهاش معنى. يبقى where اين انت تعيش، where do you live، فبقول ايه I live in جيزة، انا بعيش في الجيزة. او انا بعيش في القاهرة I live in Cairo، انا بعيش في مصر I live in Egypt، وهكذا. where is your mother، اين تكون والدتك، your mother، فبقول she is in the kitchen. she دي عايدة على مين، mother، والmother طبعا بتبقى she،
she is in the kitchen يعني هي بتكون في المطبخ. شايفين الترجمة سهلة ازاي؟ لما اكون عارف معنى الكلمات واعمل جمل بسيطة. علشان كده كنت باكد على الفيديوهات القديمة ان هي دي اللي ان شاء الله هي الاساس ان انا هعرف اترجم والموضوع يكون سهل وبسيط. she is in the kitchen هي بتكون في المطبخ. when أداة الاستفهام اللي بعدها when يعني متى، امتى. للسؤال عن الايه بقى؟ عن الوقت. طب وقت بالانجلش معناها ايه؟ time. زي مثلا when do you get up متى، امتى، انت بتستيقظ. get up يستيقظ. when do you get up طبعا قلنا do ملهاش معنى، هي auxiliary verb او helping verb فعل مساعد ملهاش معنى. فبقول I get up at 6 o'clock انا بصحى الساعة 6 بالظبط. o'clock هنا o'clock يعني الساعة 6 بالظبط. when did they arrive امتى هم وصلوا. ايه ده؟ هي arrive يعني ايه؟ arrive يعني يصل. ليه قلنا هنا وصلوا؟ علشان خاطر did. يبقى did بتخلي لي الفعل اللي عندي يكون في الماضي، معناه في الماضي، مع انه اصلا شكله في المضارع عادي، ولكن عشان خاطر did فانا حولت المعنى arrive للماضي. يبقى when did they arrive متى هم وصلوا. فطبعا بقول they arrived in the afternoon يعني هم وصلوا في المساء او بعد الظهر. they arrived in the afternoon. when do you play football اين متى انت تلعب كرة القدم. فطبعا بقول I play football on Fridays انا بلعب كرة القدم كل يوم جمعة. on Fridays يبقى يوم اي الاسبوع بيجي قبلها on، اي يوم من ايام الاسبوع بيجي معاها on Fridays. شوف اداة الاستفهام اللي بعدها how يعني كيف او كم. يبقى انا هسأل عن الايه؟ لو كيف هسأل عن الحال، لو كم هسأل عن العدد او هسأل عن الكمية. تعالوا نشوف. يبقى هنا الحال اللي هي المانر يعني الحال، بسأل عن الحال. طب لو كان الكم يبقى اما يكون عدد number او quantity كمية. how do you go to school كيف انت تذهب الى المدرسة. طب ودو قلنا ملهاش معنى، يبقى انا بترجم اهو بشكل بسيط جدا وسهل جدا. كيف انت تذهب الى المدرسة فبقول انا اذهب الى المدرسة بالاتوبيس او بالعربية. I go to school by ببساطة شديدة جدا. how much water do you want how much كم عدد. لا ما ينفعش اقول كم عدد. ليه؟ لان كلمة water اصلا معناها مية ودي حاجة ما بتتعدش، فينفع ان انا اقول كم عدد المية؟ لا طبعا. لكن هنا how much عشان كده قلنا how much معناها كم كمية المية. do you want اللي كم كمية المية انت عايزها. do ملاش معنى زي ما اتفقنا. طبعا هنقول طبعا الإجابة I want 3 bottles of water أنا عايز 3 أزايز من المية. إيه ده؟ ليه حطينا هنا 3؟ أنا بعد أزايز المية مش بعد المية نفسها، بعد الأزايز، عشان كده قلت number رقم 3 يعني 3. اللي بعده how many apples do you want كم عدد التفاح. أيوة طبعا لازم أقول how many، لأن how many معناها إيه؟ كم عدد، يبقى الكلمة اللي بعدها معدودة أنا ينفع أعدها. apples تتعد. how many apples do you want كم عدد التفاح أنت عايز. فبقول I want 2 apples أنا عايز 2 تفاح يعني تفاحتين. طبعا ده بالنسبة ل how. شوف اللي بعده ال question word اللي هي الأخيرة، أداة الاستفهام الأخيرة اللي هي why يعني لماذا، ليه. يبقى أنا هسأل عن السبب، اللي هو السبب بالإنجليش اسمها إيه؟ reason. يبقى reason معناها السبب. شوف المثال why did you leave لماذا أنت مشيت غادرت. leave يعني يغادر. ليه هنا قلنا leave غادر أو مشي؟ لأن أنا عندي كلمة إيه؟ بالظبط جدا اللي هو did دي يبقى بتقول لي
اللي عندي هيكون في الماضي. يبقى why did you leave دي معناها لماذا أنت غادرت، ليه أنت مشيت. فطبعا بقول هنا الإجابة because I was tired. طبعا ده كان درس النهاردة في أدوات الاستفهام. يا ريت الناس تذاكر أدوات الاستفهام كويس، علشان خاطر ده مهم جدا ان انا دلوقتي لما هكون هسأل سؤال هدور على أداة استفهام. طب انا دلوقتي لما احفظ أداة الاستفهام كويس واعرف هي بتستخدم في ايه، هعرف اعمل جملة بشكل بسيط جدا وسهل جدا، وامشي بالخطوات الثابتة. زي ما قلنا الخطوات الثابتة، اترجم كلمة كلمة وانا ماشي. وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. واتمنى من حضراتكم لو في اي تعليق او مثلا حابين تعملوا ريكومنديشن ده يعني توصية، حابين مثلا ان انا اشرح حاجة معينة، محتاجين حاجة اشرحها، تبلغوني بها في الكومنتات تحت. وان شاء الله نتفاعل مع بعض. ولو في اي سؤال ممكن حضرتك تبلغني بيه في الكومنتات، وانا ان شاء الله هكون سعيد ان انا الاقي اي حاجة، اي حد بيعلق على بتاعي او الشرح بتاعي، هكون سعيد جدا بيه ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم.